يا صباح الفل، يا صباح الرضا، يا صباح الجمال على احلى ناس. طبعا بما ان لوحدي بقى النهارده يا شباب هنحط الصوت على طول، مش هنعمل ايه مونتاج ولا اي شيء. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض احلى سمنه بلدي والله، وهتدعوا لي. اعملوها بنفس الطريقه دي وهتدعوا لي ان شاء الله. نجيب دي الاول كده، ايه، نقطعها. نقطعها مكعبات كده يا ولاد. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقطعها كده، حتى لو لقيتي حتة كبيرة، ايه، عيد عليها تاني. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قطع الكمية كلها كده عشان ما اطولش عليكم. انا عايزة اقول لكم يا ولاد ان الدهنة او اللية او العصب، ايا يكن انتوا بتقولوا عليها ايه، والله يا جماعة كنز. كنز انتوا مش عارفين قيمته. انا على فكرة احكي لكم موقف. من فترة كنا ذابحين، من فترة طويلة يعني، بقالنا فترة ما ذبحناش بصراحة. كنا ذابحين جد او خروف، اي زي ما بتقولوا عليه، مش عارفة تقولوا ايه. المهم يعني، اخدت اللية بتاعته كلها كلها وشحتها لجارتي. جارتي كانت مبسوطة، مبسوطة قوي. جيت تاني كان عندي بقى كام كيس برضو في التلاجة بعدها بشوية، واخدته وشحته لجارتي التانية. على فكرة كل شوية جارتي التانية تخلي ابو احمد ماشي، يا ابو احمد انا عايزة والنبي كيس دهنة من اللي انت كنت مديهولي ما كنتش اعرف ان ده كنز. بس بص، انا مش طبعا مش ندمانة طبعا على اي حاجة انا عملتها، ده كله لله طبعا. بس الدهن او الحاجة دي كنز، عايزة اقول لكم، وصحية. وصحية والله. السمنة البلدي يا ولاد انا يعني اشتريتها كتير من فلاحين، وبصراحة لا، ما كانتش حلوة. ما كانتش حلوة خالص. فاعمليها انتي. انا طبعا لسه هشطفها، لان الحاجات اللي احنا بنشوفها دي هنشطفها طبعا لسه. تمام. وهنصفها من المية كويس، من ايدين بقى الجزار، منها ترابة، اي حاجة من دي. لازم ايه، نشطف الحاجة. ما نقولش لا ده اللحمة ما تتغسلش، اللي هي ما تتغسلش، لا، اي حاجة يا جماعة لازم تشطفوها. مش عارفين هي كانت مين اللي ماسكها، ولا ترابة، ولا اي حاجة، اي ميكروب. فلازم اي حاجة لازم نشطفها. تمام.